هنتكلم على موضوع المصريين العاملين بالخارج. الناس اللي هم بيبعتوا لنا مليارات الدولارات، طبعا من العملة الصعبة اللي هي بتدوخنا واللي هي مغلية الأسعار كلها. الناس دي بتبعت لنا في السنة لا يقل عن 37 38 مليار دولار بينعشوا الاقتصاد المصري. طيب احنا بقى ليه نضايقهم في حكاية واحد نازل جايب موبايل لابنه أو جايب موبايل شخصي ليه ونقول له الموبايل ده ب100,000 تدفع 50,000 تاني جمرك وضريبة وكلام من دوت؟ طب يعني المفروض نشجع الناس ده، احنا المفروض نحفزهم على ان هم يحولوا اموال اكتر، ونخلي الحاجات دي حتى مكافآت ليهم. يعني يعمل له يا عم موبايل واحد، مش بقولك اللي داخل ب10 موبايلات حاسبه، اللي داخل ب5 موبايلات حاسبه، انما موبايل شخصي او موبايل لابنه. يعني واحد معاه موبايل بيستخدمه بره وجاي بيه مستعمل اصلا، يدفع ليه ضريبة عشان هيقرأ على الشبكة بتاعت مصر؟ برضه في حاجات مستفزة يعني أنا مع مصر قلبا وقالبا، ومع بلدي وكل حاجة بتتعمل جميلة ومبسوط منها، بس في حاجات كده تحس إن هي معمولة من غير دراسة. أنت المفروض تشجع الواحد إن هو يشتغل وهو بيشقى بره، ويبعت لك الكلام دوت، التعب بتاعه دوت والدخل بتاعه بيبعته بالعملة الصعبة وبياخده بفلوس بالجنيه المصري. هنا هو بيستبدله بالجنيه المصري، بس بيفيدك انت كدولة ان هو بيجيب لك العملة الصعبة اللي هي الصعبة، صعبة عليك، وانت مش عارف تجيبها منين عشان تكفي احتياجاتك. يعني اللي هم بيبعتوه المصريين بالخارج بقى اكتر من دخل لقناة السويس واكتر من دخل السياحة. تخيل، بيبقى 37 38 مليار وهيوصل ل 40 و50 مليار دولار في السنة. دول نافعين البلد في قد ايه؟ فانا ليه اضايقهم وليه انكد عليهم عيشتهم في حاجة تافهة زي دي؟ خد بالك هيجرى ايه لو سبته يدخل بموبايل او اتنين؟ يعمل له موبايل او اتنين بالكتير، واحد شخصي اللي هو المستعمل، ويجيب واحد لمراته ولا واحد لابنه. فيها ايه المشكلة؟ يعني ليه ادفعه نص ثمنه وخليه يبقى اغلى من اللي بيتباع جوه؟ انت هتقولي في مصانع بتصنع جوه، انا معاك ان في مصانع بتصنع موبايلات جوه، بس المصانع دي ما بتصنعش النوعيات اللي هم عايزينها. يعني النوعيات العالية دي لسه ما فيش مصانع فتحت ليها. المصانع اللي فتحت كلها حاجات ماركات صيني، وحاجات كلها تعبانة مولة. هو عاوز يجيب حاجة محترمة من بره وسعرها بره ارخص من عندنا بكتير، فانت طبعا بتروح حاطط له الجمرك والضريبه والكلام ده، تخليه يبقى هو لا عارف يشتري من جوه ولا عارف يشتري من بره، لان النوعيه دي من جوه موجوده غاليه جدا، وفي نفس الوقت مفيش حاجه بتتصنع جوه عشان يبقى معلهاش جمارك. برضه بتيجي مع التجار بيدفعوا عليها جمارك وضرايب وقصه كبيره. فليت ننكد عليهم حياتهم، الناس اللي هم بيساعدونا وبيبعتوا لنا مليارات الدولارات عشان ننعش الاقتصاد بتاعنا. ليه نضايقهم بحاجه تافهه زي كده؟ دي حاجه والله انا بسميها حاجه تافهه، مش عارف اقول ايه بصراحة.